السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. صباح الفل عليكم، صباح الجمال، صباح النور. النهارده بإذن الله وإن شاء الله هنعمل كيكة النسكافيه بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد في ايدينا وقت خالص. أنا جبت ربع كوباية زيت وكله بنعمله في الخلاط. ربع كوباية زيت، نص كوباية سكر وبيضتين وحط عليهم فانيليا، ونضرب كله في قلب الخلاط مع بعضين. اضربهم زي ما انتوا عارفين ان انا بعمل كله في قلب الخلاط مره واحده بكل سهوله وبكل بساطه، وما بتاخدش في ايدك وقت. في الخلاط بنعمله كله في الخلاط، مش هياخد في ايدينا ثواني. ونص كوبايه ميه، وحطيت عليها معلقتين نسكافيه وقلبتهم مع بعض كويس قوي. وبعد ما ضربت الزيت والسكر والفانيليا في الخلاط والبيض، ضربتهم ضرب كويس، وكنت مقلبه النسكافيه في نص كوبايه ميه، انتوا شايفين كده. وبعد كده رحت حط عليهم النسكافيه، حطيت عليهم النسكافيه الميه كله في قلب الخلاط. وفي على جنب المواد دي الجافه، كوبايتين دقيق، معلقه بيكنج باودر. الدقيق طبعا بنخله مرتين او 3 مرات عشان ندخله هوا، عشان تبقى الكيكه تبقى هشه ومنفوشه. كوبايتين دقيق، معلقه بيكنج باودر، ومعلقتين نشا. النشا كمان بتدي الدقيق هشاشة وبتخلي الدقيق بيبقى هش. قلبتهم كلهم مع بعضهم بعد ما خلصت ضربه في المضرب، قلبت كله مع بعض ورحت نازله عليهم، فضلت اقلب فيهم زي ما انتم شايفين كده. اللي وصل معايا لغايه هنا يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وعلى ولايك يا بنات الفيديو، ارفعوا لي الفيديو على قد ما تقدروا، اعملوا شير ومشاركه واشتركوا في القناه. وجبت الصينيه، حطيت فيها شويه زيت وشويه دقيق عشان العجينه ما تلزقش، ورحت نازله بيها على العجينه في قلب الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها في الصينيه وهزيتها كويس عشان تبقى الصينيه كلها متساويه، هزه كده على الرخامه عشان الصينيه كلها تبقى متساويه، مبقاش فيه لو فيه هوا او اي حاجه، كلها تبقى مظبوطه. وبعد كده دخلتها الفرن، كانت الفرن سخنه من قبلها على فرن دافيه. بعد ما خرجتها من الفرن استنيت عليها اما بردت شويه، ورحت قلبها زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده عملنا الصوص بتاع النسكافيه. جبت معلقتين نشا ومعلقه نسكافيه وقلبتهم مع بعضيهم كويس، معلقتين نشا ومعلقه نسكافيه قلبتهم مع بعضيهم كويس. حطيت معاهم معلقه كاكاو صغيره وقلبتهم على البوتاجاز. واول ما مسكت حطيت عليها نص معلقه سمنه، زبده، معلش حطيت معلقه زبده، ورحت مقلباهم كلهم مع بعضهم. هديت شويه خالص كده، ورحت نازله بيها نزلت بيها على الكيكه، رحت زقيت الكيكه بيها. وبعد كده زوقتها. التزويق بقى على ذوقك انت، زي اللي عندك زواق. انا حطيت لها كريز وجوز الهند وبرمسين. التزويق على ذوقك انت، وبألف هنا وشفا. اللي وصل معايا لغايه هنا بقى واستحملني يعمل لايك وشير